بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا بقى، احنا كده جايبين 2 كيلو شبارة اهوت. والله لقيته كتير فقمت اسماه بقى. فاللهم صل على النبي. هنعمله بقى صينية. أنا بقيت محتارة اعمله صينية ولا اقليه. اقول لهم اعمل لكم ايه؟ يقولوا اللي تعمليه. طيب المهم عملناه صينية. رسينا في الاخر بقى هنعمله صينية. نضفته كده ونقعته شوية. يعني في الوقت اللي وريتكم السمك ده في اول الفيديو كنت نضفته. نقعته في ميه ودقيق وملح ونص ليمون بس. وغطيت عليه كده وسبته على الرخامه شويه. قلت على ما اغسل بقى المواعين يكون هو اتنقع شويه. وبعد كده بقى هنروح نعمل ايه؟ صينيه السمك بتاعتنا يا حبايبي. هنعملها بقى النهارده ني في ني. لا احنا مسبكين ولا احنا قاليين السمك ولا احنا عاملين اللي بنعمله كل مره دوت. يعني مره كده ومره كده وتغيير يعني. هنغسل المواعين بقى والغساله في الوقت دوت شغاله برضه. هنعمل السمك ونجهز الغدا بتاعنا والغساله شغاله واخلص بقى الغدا. وبعدين كده اطلع انشر في الاخر خالص. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخت الكوبايات دي مكان الفطار يعني، والبراد والحاجة بتاعت الشاي ديت. وقلت بقى أما أغسلها وأغسل مكان ما نضفت السمك كده وأغسل الحوض. ونروق الدنيا كده ونخلي الدنيا زي الفل ويانا عشان بعد كده بقى نشوف ايه، نعرف نعمل أكلنا كده والدنيا رايقة كده. معرفش أطبخ والبوتاجاز وسخ، ومعرفش أطبخ والحوض مال المواعين. ها والله يا جماعة. لازم تبقى كل حاجة حواليا رايقة كده والحتة رايقة كده أعرف أشتغل. وأعرف حتى أتحرك في المطبخ كده وأروح واجي. يلا ربنا يعيننا ويعينكم ويعين الناس كلها جميعا يا رب. ويعين كل واحد على حاله يا رب. وربنا يرزقنا ويرزقكم ويرزق الجميع يا رب. وبشكر كل اللي دخل عندي واشترك عندي في القناة وعلق لي وحط لي كومنت عسل محترم. وبشكركم والله العظيم. بس شاهدوا لي بقى الفيديو وتحطوا اللايك وكله تعملوه. يلا انتوا مش عايزين توصية؟ انا زهقتكم من كل مرة اللايك والاشتراك اللايك والاشتراك وتشاهدوا الفيديوهات وتعملوا كل حاجة. حبايبي تسلموا لي يا رب. هنا بقى جبت بصلتين كده غسلتهم زي ما انتوا شايفين وحطيتهم في الصينية. وهندعكهم بقى ايه، بصلة مرتة بقى زي اللي بنحشاها في البط وبنحشاها في الفراخ هي بقى اسمها مرتة كده. بس تدعكها بقى حلو كده. حط بقى الكمون بتاعك وحط الملح. وحطيت فص حبهان كمان و... وخلاص بقى. ما تحطيش ملح بعد كده. انا حطيت ملح على البصله بقى دعكتيها، ما عدتش تحط ملح تاني بقى. ومسكتها بقى دعكتها كده زي ما انتوا شايفين. وهجيب السمك اخده واروح على الحوض اشطفه مكان بقى النقاع اللي كان منقوع فيه. ولازم يتشطف حلو. وهجيبه بقى اقلبه بقى في البصله ديت ونحط عليه الطماطم. الطماطم انا مطلعاها من الكيسه اهي في الكيس، حطها في الطبق دوت فيه شويه ميه عشان بس تفك معايا شويه. وخلاص على كده. ونحط على وشها شويه زيت وحبه ميه نغليها على البوتاجاز حلو. وبعد كده ادخلها الفرن بقى. سيبها على البوتاجاز كده حوالي 10 دقايق ولا يعني اقل من 10 دقايق شويه. هنا بقى التليفون كان علق معايا اهو بيعمل زوم كده، الكاميرا تعمل زوم. يلا مش يجرى حاجه. حصل خير. حط جهدك بقى كده في البصله. عايزه تعمليها في الكبه برضو اعمليها، ما حلوه برضو وجميله. لو عملتها في الكبه، عايزه تبشرها في المبشره، عايزه تعملي زي ما انا عملت كده اعمليها اهو. بس انت بقى لو عملتها في الكبه هتنعم معاكي، او في المبشره مش هينفع تدعكيها كده. هتعملها بقى زي ما انا عملت كده وتحط كل اضافاتك عليها وخلاص على كده. بقول لكم هنا السمك منقوع بقى. انا واخداه ورايحه على الحوض شطفته كده وجيت اهو. شفتوا بقى الست الشاطره الشطوره. يا دوب وريتكم السمك اتشطف في ثواني اهو. بس كده. هنحط بقى كيس الطماطم عليه وحبه ميه ونغلي شويه على البوتاجاز. وبعد كده دخلته بقى فرن البوتاجاز. في ثواني بقى من اللي ولعته من الفرن حطيته على على العرصه. ولعت الفرن من تحت. نشف معايا زي ما انا عايزه وكان زي الفل. وخد لون برضو كل حاجه. بس حسيت ان هو عايز لون شويه، رحت مولعه الشوايه. عطيله اللون بقى الذهبي الحلو كده وقمت مطلعه. وعملنا بقى شويه رز ابيض وحاجه كده بقى بألف هنا للي يشوف وللي يدوق. حدكي بصل اخضر بقى، ما حدكيش بصل اخضر، بصل من الجديد اللي طالع ده. قطعيه بقى بخل كده بنص ليمونه وحته مخلل وتتغدى احلى انا مالي يا ولاد لوقت ليه. تتغدوا احلى غدا بألف هنا وشفا يا رب. ادي صينيه السمك وادي شويه الرز الابيض اللي عملناهم اهو. حاجه كده بألف هنا وحاجه كده عسل وخفيف بقى، ولا تسبيكه ولا حاجه. الدنيا حر والناس مش ناقصه حموض. يلا يا حبايبي.
كده بقى الحوض اهوت، يعني بقول لكم الحوض روقته وغسلت الحوض رق اهوت، والمطبخ اتمسح والدنيا خلصت والاكل بتاعنا خلص، والانبوبه عندي فضت. والله 4 انابيب، 3 فضوا ومودي بتشطب، ينفع كده؟ يلا انا الله المستعان. الصبح بقى باذن الله بكره ولا حاجه نملى لنا 2 ان شاء الله. قعدنا اللي تفضى نرميها، اللي تفضى نحدفها في البلكونه واسيبها لغايه ما تكوموا كلهم مره واحده. هنا بقى الطماطم اللي انا كنت عاملاها وياكم امبارح، هنا بقى ضربتها في الخلاط وصفيتها وكيستها كده، حطها بقى في الفريزر. تيجي تطبخي اي حاجه تطلعي الكيس، تطلعي الكيسين حسب الطبخه بتاعتك. كنت بقى شوفوا وريتكم المطبخ والاكل وكل حاجه كده في الوقت ده خلصت، وعلفت الطيور كمان وكل حاجه والله. لا انا الطيور ده علفها من بدري، من الساعه 8، من ساعه ما صحيت والله، اول ما صحيت طلعت على السطح على طول. فمش بقول لكم الله المستعان. اخر حاجه بقى سبتها خالص 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 لما اتغديت وشربت شاي وحمدت ربنا، واللي جا من بره غديته وكده، قمت بقى ايه، قايمه للنشير بقى. قلت اما انشرهم كده وانطرهم على الحبال. شوفوا بقى هبه وهنا، هبه بتاعتنا بقى وهنا بنت اخويا كانت جايه تلعب مع هبه، وعمالين بقى يوقعوا ليا الستاند والتليفون عليه. قعدت اصوت لهم. قعدت اقول لهم انزلوا بقى تحت على الشارع العبوا. غسلت بقى شويه غسيل ما اقولكوش بقى والله. الهدوم البيضه ديت ما حطيتها في النشاف، عملتهم كده زهرتهم على ايدي وبتعصر كده برضو على ايدي وانشر. قلت يلا الدنيا حر هيصطفوا على طول. ولميت برضو المغرب، قبل المغرب بشويه كنت لماهم والله كل الهدوم، يعني الجو حار والهدوم الغوامق انا عصرتها في النشاف. اما الابيض والله ما عصرته ونشف برضو. الجو حر والصهد نشف الحاجه، وكان في شويه هوا كده اخر النهار بعد العصر فنشفوا برضو الهدوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. استغفر الله العظيم يا رب. دي الست الشاطرة الشطورة اللي تقوم من بدري كده تغسل هدومها وتطبخ طبخها وتنظف مطبخها وتخلي الدنيا زي الفل. امبارح عملنا الروتين وروقنا معاكم البيت، والنهاردة المطبخ والغسيل. كل يوم كده يا جماعة، كل يوم اللي الناس بتبات فيه والله بتصبح فيه. يلا الحمد لله. هي البلكونة برضو، يعني الهدوم البيضاء اللي نشرها هناك اهيت على البلكونة جنب مني، الظهر لها كده اهي، بس انا لفيت وجيت من الباب التاني ده عشان اجيب بس الحامل اثبته هنا، اضطريت ان انا الف واجي من الباب التاني. وده كده بقى الفيديو بتاعنا النهارده، وقولوا له ايه رايكم في الفيديو بتاعي. يا رب كده نكون لطاف وظراف ومقبولين، وجعلنا يا رب كده من المقبولين يا رب. يلا يا حاجه خلصي يا حاجه. كده بقى كان الفيديو بتاعنا خلص، ونشرت الغسيل وخلصت بقى، وكل حاجه كده انتهت. اشوفكم في فيديو جديد حبايبي، ومع الف سلامه في رعايه الله، مع السلامه.